عنا إلى دار الخلود سلاما. طب في جنان الخلد نفسا يا أخي ومقاما. ودعت دنيا اللهو لا تحفل بما فيها ولا ترضى بها، فيها ولا ترضى بها استسلاما. أكبر صحيح؟ طيب لماذا الشيخ استدل بها على هذا التبويب الذي فيه الشرك الأصغر؟ أيوة أي نعم. هذا الوجه الأول، أن بعض أهل العلم لم يميز بين إيش أو لم يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. كل الشرك جعله إيش مذموما بمنزلة واحدة، إنه شرك أكبر. والدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا القول الأول. وكذلك الشيخ أراد إيش؟ أراد أن يبطل التعلق لمن تعلق في مسألة الشرك الأكبر. يعني هذه الآية مبطلة لإيش؟ لمن تعلق بشيء من الشرك الأكبر. فإذا إبطال الشرك الأدنى من ذلك من باب أولى. إذا أبطلنا هذا فمن باب أولى أنه يبطل إيش؟ الشرك الذي دونه وهو الشرك الأصغر. هذا القول الأول. القول الثاني وهو القول الجميل صراحة، والذي يبين لك إمامة هذا الإمام هذا الفقيه الجبل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. انظر إلى الاستدلال يا أخوان، والله فقه. ترى الاستدلال شيء يعني يبين لك فقه الفقيه كيف يستدل بالآيات. ما هو أي واحد يجيب الآيات ويضعها بغير موضعها. انظر إلى الاستدلال. القول الثاني يدل على حذاقة المؤلف وقوة فهمه واستدلاله في هذه الآية واستنباطه. وإلا الآية لا شك كما قلنا إنها إيش؟ في الشرك الأكبر الذي يعتقد فيه كما هو للأصنام وغير ذلك. ولكن الشيخ أراد أن يقيس قياسا واضحا جدا، وهو لأن هذه الأصنام ليست إيش؟ سببا لا شرعيا ولا قدريا. فأراد الشيخ إيش؟ أن يقيس عليها إنها بما أن هذه الأصنام ليست سببا شرعيا ولا قدريا، كذلك الخيوط والحلق والخروز. انتبهتوا للاستنباط؟ استنبهتوا للكلام يعني استنباط ترى دقيق. أخذها بالقياس. اي نعم هو في الشرك الأكبر، ما في شرك ولا في خلاف. الآية في الشرك الأكبر. ولكن الشيخ أراد أن يبين أن كما هؤلاء أخذوا هذه الأصنام، أخذوا هذه الآلهة سببا لدفع الضر، لجلب الخير، للشفاء، غير ذلك، فهذا من باب إيش؟ بيان إنه سبب غير شرعي ولا قدري. فكذلك الخيوط ليست بالسبب شرعيا ولا قدريا. واضح الاستنباط؟ فائدة.